قلبي عشانك تحمل جفاك. هلا 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 أحبك وأودك وأموت بهواك. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ عز. وحشتوني جدا جدا. النهارده جايلكم بوصفه جديده وفيديو جديد، يا رب يعجبكم. بس في الوصفه نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد. النهارده هنعمل بقى ايه؟ حاجه كده مشهوره. احنا هنعمل اشطوطه النهارده مع بعض، اللي عامله بقى قلبان في اسكندريه وفي مصر وفي كل حته الناس عليها بالطوابير. تعالوا نشوف مقاديرها. مقاديرها سهله ان شاء الله وبسيطه. معانا هنا نص كيلو دقيق، مش اي دقيق، دي اللي هو الاسبونجي حبايب قلب، تمام. ومعايا هنا 5 بيضات، معلقتين سكر بودره، معانا فانيليا، معانا بيكنج باودر. دي مقاديرنا سهله وبسيطه ازاي، بس حاجه كده ايه تحفه جدا. تقولوا لي بقى انت مقلله السكر ليه؟ عشان ايه؟ الدقيق ده بيبقى فيه سكر يا حبايب قلب، تمام. هننزل كده ب5 بيضات بالشكل ده، وهننزل كده بمعلقتين سكر بودره، وهنضيف عليهم الفانيليا على طول، باكت فانيليا كده بالشكل ده. طالما في بيض يبقى فيه فانيليا. نضربهم بقى كده. ضربنا البيض والسكر كده مع بعض. هنضيف بقى ايه؟ الدقيق كده بالشكل ده، وهناخد بس معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره مليانه كده عليه، ونضرب تاني لغايه نعمل فيهم ايه؟ ابيض كده. ونضيف عليهم نص كوبايه ميه من الحنفيه، ميه عاديه خالص، ونضرب تاني. ده لون الكيكه بعد، شوفوا لونها بيبقى كده يا حبايب قلب، تمام. نجيب بقى ايه؟ قالب كده، ونحط فيه ايه؟ ورقه من الزبده. ما عنديش ورق زبده، هاتينه ماده من الزيت واغلفه بالدقيق واحط فيه الكيك بتاعي عشان ما يلزقش. ننزل كده ايه؟ الكيك بتاعنا كده بالشكل ده. شوف القوام بتاعه بيبقى عامل كده، زي ما قلت لك ما بيبقاش كيك عادي. هنفردها كده بقى في الصينيه. بعد ما فضيناها في الصينيه بس هنطلع بس منها ايه؟ الهواء كده. هنكون مولعين الفرن قبل منها ب10 دقايق. هنحطها على حراره كام؟ 180. هتقعد نص ساعه ونشوفها بعد التسويه. تعالوا اقول لكم بقى هنسقيها بايه. هنا معانا كوبايتين لبن ساقع، ومعايا هنا 3 معالق من القشطه. دي وش اللبن عندي حبايب قلبي. طب انا ما عنديش وش اللبن، محوشه قشطه، اعمل ايه؟ تشتري علبه قشطه بس من السوبر ماركت، تمام. هننزل كده بالحليب بالشكل ده، يكون ايه؟ لبن دسم كده ما شاء الله، يعني تكون ايه؟ بقشطته كده زي ما هو بحاله كده، تمام. وهنضيف عليهم ايه؟ القشطه كده بالشكل ده. انا لما بجيب لبن بغليه وبحوش القشطه بتاعته وبشيلها عندي في الفريزر. بعملها سمنه، بعمل منها حلويات، بعمل منها اي حاجه، احطها في الرز المعمر، تبقى حلوه جدا. هنضيف عليهم كده ايه؟ نص باكت فانيليا بس، مش باكت بحاجه، تمام. وهنحط لها ايه؟ معلقه بس واحده سكر، وهنضربهم بالنار. تعالوا اوريلكم بقى بعد احنا ايه ما ضربناه كده بالقشطه. شوفي، بصي، شوفي القوام عامل ازاي، تقيل وجميل جدا جدا. هنشيل ده بقى وتعالوا نعمل الكريم شانتيه مع بعض. تعالوا بقى ايه؟ نضرب الكريم شانتيه مع بعض. هيبقى معانا ايه؟ كوبايه كده من الكريم شانتيه دي، انا معايراها دي كوبايه، تمام. يبقى معانا ايه؟ ميه ساقعه. عايزه تبدلي الميه بالحليب بدليها بالحليب. اللي انا بضيفه ده ايه بقى؟ ده سكر بودره، هاخد منه ايه؟ معلقتين. وهيبقى معايا كوبايه ميه ساقعه متلجه، مش هنزل بقى مره واحده، هنزل واحده واحده كده. بسم الله. هنحتاج لها كمان نص كوبايه من الميه الساقعه، نضيفها واحده واحده كده ونضرب تاني. بصوا يا حبايب قلبي ما شاء الله الكميه قد ايه. ده بيبقى ايه؟ القوام بتاعها مبقاش ماسكه قوي، تمام. تعالوا بقى نقول لكم على الحشوات بتاعتنا. هنزين اصلا الاشطوطه بتاعتنا بايه؟ التزيين بقى يا حبايب قلبي بقى سوداني عندك، فستق عندك، ما عندكيش ايه؟ شويه مكسرات، اي حاجه بقى. ومعانا مانجا، وطبعا ده زبيب او كان عندي باقي من رمضان، ومعانا زر ورد. ده لايه؟ للتزيين. كل الحاجات دي للتزيين، تمام. احنا كده حبايب قلبي اهوت الكيك بتاعنا خرج من الفرن. عايزه تعرفي بقى الكيكه بتاعتك استوت ازاي؟ تختبريها كده بالخل، خليها تطلع نظيفه كده، تعرفي ان الكيك بتاعك مستوي زي الفل. تعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه ونعمل الاشطوطه بتاعتنا ازاي. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الخله كده ونخرم بقى ايه؟ الكيك بتاعنا كده بالشكل ده. لازم الكيكه تكون بارده خالص، اقل حاجه تقعدها ساعتين ولا حاجه كده عشان تبرد. نخرمها كده بالخله عشان كله ايه؟ ده الخليط اهوت احنا عملناه مع بعض. هنسقي بقى كده بالشكل ده. شوفوا ما شاء الله القوام بتاعه تقيل جدا. انت ممكن تسيبيها ليله كامله لغايه ما تشرب الخليط ده. احنا هنسيبها ساعتين ونشوفها بعد ساعتين. تعالوا بقى بعد ايه؟ ساعتين كده نشوفها. طلع بقى ايه؟ كريم شانتيه، وهنوزعه كده مع بعض. وزعيه كده بمعلقه كده، وهنفرده ايه؟ على وش ايه؟ الكيك بتاعنا. لازم تشرب القشطه اللي احنا حطيناها. هنفردها كده ايه؟ معلقه كده سيليكون بالراحه. بصوا يا حبايب قلبي بقى احنا فردنا ايه؟ كريمه فوقيها بسكينه مشرشره كده، وهنعمل زي ايه؟ خطوط زي بتاعت بره بالظبط. اي زياده بقى هشيلها على جنب تاني، ماشي ايه؟ بالسكينه كده. الشكل بتاعها بصوا بعد ما عملناها. دي اطباق اهي زي اللي بتتباع بره، حط فيها الحاجات زي في المحلات وكده. هنعمل زيها. هقيس كده طبق كده، واخد على قد الطبق اللي انا ايه هشتغل فيه او ازينه. عايزه تعمليها في الصينيه وتقطعي منها بردك حتت كده، ماشي. نشوف بقى كده الشكل ده.
ده بيبقى شكلها. بصوا شوفوا الجمال والحلاوه. قطعه واحده من دي نص دي بتعمل 45 جنيه بره. طب وليه بقى؟ احنا عملناها اهوت في البيت واسرتك كلها ما شاء الله هتاكل، وولاد. ناخد بقى شويه كده، هنسقي كده من الجنب كده قشطه كده عشان ايه تشرب بقى وتبقى غرقانه من القشطه بالشكل ده. تيجي ياكل يلاقيها ما شاء الله غرقانه بالقشطه. تقناها كده من الجنب. تعالوا بقى نزينهم كده مع بعض. تبقى ايه اي مكسرات عندك بقى زي ما قلت لك. شويه زبيب كده برضه، حاجه كده تحفه 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 بجد يا جماعه، والله مش قادره اوصف لكم جمالها ولا طعمها بجد. فوق الجمال والحلاوه. ايه رايكم فيها بقى؟ زي ما قلت لك ممكن صوص كراميل، اي حاجه انت عايزاها حطيها. التزيين ده يرجع لك انت. هنحط كده ايه قطع مانجا كده. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ايه رايكم في الوصفه العسل دي؟ يا رب تجربوها كده حبايب قلبي، وتكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا رايكم فيها ايه. ما تنسونوش بقى في لايك حلو كده وشير بقى لحبايبكم واصحابكم عشان كله يستفاد، وجربوا الوصفه وقولوا رايكم فيها ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.